بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا تحذير مأثور من فتنة الكذب والفجور. قصدت بها التحذير والنصيحة لمن ابتلي بهذه الكبيرة القبيحة المذمومة في جميع الشرائع والمستنكرة في سليم الطبائع، والتي يرى المتحزب أنه لن يمرر ما يريده ويصل إلى مقصوده إلا به، فيقع في الكذب مرارا فينبه تكرارا، غير أن ذلك لا يحزنه ولا يؤذنه بسرعة الأوبة وإعلان التوبة. لذا لزم هذا التذكير للموعظة والتحذير، وقد حرصت على إبراز جانب الحكمة النثرية والشعرية في الباب، لأن الأدلة الشرعية في ذلك كثيرة جدا، وربما قد سمعها الكثير والكثير، ورغم ذلك فقد صدرنا هذا المقال ب3 آيات وحديث، ثم انتقلنا إلى لوحة بيانية بحتة من كلام منثور متين ومنظوم رصين، وإلى الشروع في المقصود بعون الله المعبود. قال الله سبحانه وتعالى: ويل لكل أفاك أثيم. وقال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وقال في المنافقين الكاذبين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال ابن القيم رحمه الله: إياك والكذب، فإنه يفسد عليك تصور المعلومات على ما هي عليه، ويفسد عليك تصويرها وتعليمها للناس. فإن الكاذب يصور المعدوم موجودا، والموجود معدوما، والحق باطلا، والباطل حقا، والخير شرا، والشر خيرا، فيفسد عليه تصوره وعلمه عقوبة له، ثم يصور ذلك في نفس المخاطب المغتر به الراكن إليه، فيفسد عليه تصوره وعلمه. ونفس الكاذب معرضة عن الحقيقة الموجودة، نزاعة إلى العدم، مؤثرة للباطل. وأول ما يسري الكذب من النفس إلى اللسان فيفسده، ثم يسري إلى الجوارح فيفسد عليها أعمالها، كما أفسد على اللسان أقواله، فيعم الكذب أقواله وأعماله وأحواله، فيستحكم عليه الفساد ويترامى داؤه إلى الهلكة، إن لم يتداركه الله بدواء الصدق يقلع تلك المادة من أصلها. ولهذا كان أصل أعمال القلوب كلها الصدق، وأضدادها من الرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والبطر والأشر والعجز والكسل والجبن والمهانة وغيرها أصلها الكذب. فكل عمل صالح ظاهر أو باطن فمنشأه الصدق، وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشأه الكذب. انتهى كلامه رحمه الله كما في كتاب الفوائد. وقالت الحكماء: ليس لكاذب مروءة، وقالوا: من عرف بالكذب لم يحسن صدقه. وقال يحيى بن خالد: رأيت شريب خمر نزع، ولصا أقلع، وصاحب فواحش رجع، ولم أر كذابا رجع. ويقال: الكذب مفتاح كل كبيرة، والخمر جماع كل شر. وقيل: لا تأمنن من يكذب لك أن يكذب عليك. وقيل: الكذب والنفاق والحسد أثافي الذل. وقال سليمان بن سعد: لو صحبني رجل وقال لا تشترط علي إلا شرطا واحدا لقلت لا تكذبني. وقال بعض الحكماء: الكذب أوضع الرذائل خطة، وأجمعها للمذمة والمحطة، وأكبرها ذلا في الدنيا، وأكثرها خزيا في الآخرة، وهو من أعظم علامات النفاق، وأقوى الدلائل على دناءة الأخلاق والأعراق. لا يؤتمن حامله على حال، ولا يصدق إذا قال. وقيل: لكل شيء آفة، والكذب آفة النطق. وقال بعض الكرماء:
لو لم أدع الكذب تأثما لتركته تكرما. وقال بعض الحكماء لولده: يا بني إياك والكذب، فإنه يزري بقائله وإن كان شريفا في أصله، ويذله وإن كان عزيزا في أهله. وقال الأحنف بن قيس: اثنان لا يجتمعان، الكذب والمروءة. وقال معاوية يوما للأحنف: أتكذب؟ فقال: والله ما كذبت مذ علمت أن الكذب شين. وقيل: الكذاب شر من النمام، فإن الكذاب يختلق عليك والنمام ينقل عنك. وقال الشاعر: لي حيلة في من ينم، وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. ووصف أعرابي كذابا فقال: كذبه مثل عطاسه لا يمكنه رده. وقال بعض الأعراب: عجبت من الكذاب المشيد بكذبه، وإنما هو يدل الناس على عيبه ويتعرض للعقاب من ربه، فالآثام له عادة والأخبار عنه متضادة، إن قال حقا لم يصدق، وإن أراد خيرا لم يوفق، فهو الجاني على نفسه بفعاله والدال على فضيحتها بمقاله. فما صح من صدقه نسب إلى غيره، وما صح من كذب غيره نسب إليه. ويقال: الكذب جماع النفاق وعماد مساوئ الأخلاق، عار لازم وذل دائم، يخيف صاحبه نفسه وهو آمن، ويكشف ستر الحسب عن لؤمه الكامن. وقال بعض الشعراء: لا يكذب المرء إلا من مهانته أو عادة السوء أو من قلة الأدب، لجيفة الكلب عندي خير رائحة من كذبة المرء في جد وفي لعب. وكان يقال: لا رأي لكذوب ولا مروءة لكذاب. ويقال: لا تستعن بكذاب فإنه يقرب لك البعيد ويباعد لك القريب. وقال الشاعر: وكن صادقا في كل شيء تقوله، ولا تك كذابا فتدعى منافقا. وقال الآخر: الكذب عار وخير القول أصدقه، والحق ما مسه من باطل زهقا. وقال آخر: الصدق منجاة لمن هو صادق، وترى الكذوب بما يقول يوبخ. وقال أبو العتاهية: كن في أمورك ساكنا، فالمرء يدرك في سكونه، واعمد إلى صدق الحديث فإنه أزكى فنونه، رب امرئ متيقن غلب الشقاء على يقينه. وقال الشاعر: إياك من كذب الكذوب وإفكه، فلربما مزج اليقين بشكه، ولربما كذب امرؤ بكلامه وبصمته وبكائه وبضحكه. وقال آخر: إذا عرف الإنسان بالكذب لم يزل لدى الناس كذابا ولو كان صادقا، فإن قال لم تصغي له جلساؤه ولم يسمعوا منه ولو كان ناطقا. وقال بشار بن برد: الصدق أفضل ما حضرت به، ولربما ضر الفتى كذبه. وقال الأصمعي: قيل لرجل معروف بالكذب: هل صدقت؟ قال: أخاف أن أقول لا فأصدق، وآفة الكذب النسيان. قال علي بن اللحام: تكذب الكذبة يوما ثم تنساها قريبا، كن ذكورا يا أبا يحيى إذا كنت كذوبا. وقال آخر: وتقول لي قولا أظنك صادقا، فأجيء من طمع إليك وأذهب، فإذا اجتمعت أنا وأنت بمجلس قالوا مسيلمة وهذا أشعب. ولقد أحسن الذي يقول: عود لسانك قول الخير تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد، موكل بتقاضي ما سننت له، فاختر لنفسك وانظر كيف ترتاد. وقال محمد بن إسحاق الواسطي: وإذا الأمور تزاوجت فالصدق أكرمها نتاجا، الصدق يعقد فوق رأس حليفه بالصدق تاجا، والصدق يقدح زنده في كل ناحية سراجا. وقال عبد العزيز بن سليمان الأبرش: كم من حسيب كريم كان ذا شرف، قد شانه الكذب وسط الحي إن عمدا، وآخر كان صعلوكا فشرفه صدق الحديث وقول جانب الفندا، فصار هذا شريفا فوق صاحبه، وصار هذا وضيعا تحته أبدا. وقال محمد بن المنذر بن سعيد الهروي: القول كاللبن المحلوب ليس له رد، وكيف يرد الحالب اللبن في ضرعه، وكذاك القول ليس له في الجوف رد، قبيحا كان أو حسنا.
أكتفي بما سبق ذكره سائلا المولى سبحانه أن ينفعني بذلك ومن شاء من خلقه، إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.